اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القصة دي للكاتبة المبدعة أسماء عبد الهادي، ويلا بينا نبدأ قصتنا. أعرفكم على فهيم وكمان نجيب، الاتنين أصحاب وبيشتغلوا نصابين وحرامية، وكانوا في عملية نصب واحتيال جديدة وخرجوا منها مبسوطين. العملية دي كانت سهلة قوي، أنا مش مصدق نفسي إن أعدي كده بسهولة، كأن كل حاجة مترتبة لينا عشان نعملها. معاك حق، كأن كل حاجة متفقة معانا عشان نعرف نسرقها بكل سهولة. بقول لك إيه، بمناسبة نجاح العملية ديت عايزين بقى نتعشى عشوة حلوة كده بدل العك اللي أنت بتعمله كل مرة. يعني أنت مسمي الأكل اللي أنا بعمله لك كل يوم عك؟ ده أنت بتاكله كله وبتمسح الطبق وكمان الحلل. يا عم ده أنت ناقص تاكلني، أمال لو كان بقى عجبك كنت هتعمل إيه بس؟ يا عم أنا باكله بس عشان بكون جعان، بس بفضل بعدها بقى طول الليل بجري على الحمام بعاني من العك بتاعك ده اللي بتطفحونا. أنا ماشي بانتينال مطهر كده معوي بعد الأكل عشان معدتي بقى تحمل أكلك. بقى كده؟ طب أنا بقى مش هطبخ لك تاني، وبشوف بقى مين هيعمل لك الأكل تاني. يبقى قوم يا أخويا اطبخ أنت. لا يا عم ما تقولش كده، أنت عارف إن أنا ماليش في الطبخ، ما بعرفش أصلا أطبخ ولا عمري دخلت المطبخ. أنا ليا في التنشين وتخطيط العمليات وبس، غير كده بقى أنا فاشل، ما أنت عارف. عارف يا عم، بأمرت بقى مراتك سابتك عشان انت معفن مخلي ليا البيت زريبه، كل ما تنظف انت تبهدل. بص شوف كده البيت حواليك، بص بسببك عامل ازاي. انت مش عايز تتحرك من مكانك، الكنبه اللي انت قاعد عليها بتاكل وتشرب وتنام عليها، حتى هدومك مش رحمها يا عم بتعلقها على الكنبه برضه، وعاملها تسريحه بتسرح شعرك وتغسله وانت قاعد مكانك كده، وبتشتغل وانت على نفس الكنبه ما بتتحركش خالص. يا اخي ده الكنبه اشتكت، دي لو كان ليها صوت كان صوتت. الله، ما خلاص بقى يا عم فهيم، انت هتفضل بقى تقطم فيا؟ ما انت زي بالظبط خطيبتك اتخلت عنك عشان انت لا شغله ولا مشغله وقاعد كده في البيت وخلاص. قاعد بس بنظف مكاني وبكنس وبمسح وكمان بطبخ، انت عايز ايه بقى؟ طب فكك يا عم وتعالى يلا نتعشى، خلينا بقى نروق عن نفسنا، الواحد تعب في اخر عمليه. تعبنا قوي، خلصناها في ثانيه الا ثانيه، تعبنا جدا، يا انا هموت من التعب. وعدى اسبوع على اخر عمليه، وبعدين بقى في الملل ده مفيش اي عمليات ليه؟ السوق واقف ليه؟ راجل ما بعتش اي عمليه خالص من اسبوع، الفلوس اللي معانا كده هتخلص، هنصرف بقى منين احنا؟ طب قوم يلا بينا، هنروح له بقى ونشوف الحكايه دي ايه، لا يكون يالا اتخلى عننا وشاف بقى حد غيرنا وشغله معاه، ده احنا كده نموت من الجوع. هنعمل ايه يالا؟ يا صلاه النبي احسن، اخيرا يا عم انت هتقوم من على الكنبه اللي ما بتسيبهاش دي، مش بتسيبها غير وقت المهمه، بس يا دي هتحتفل قوي، ده انت هتعتقها شويه. لا يا عم ده شغل مستقبل بيذيع، لازم بقى نروح نشوف مصالحنا. وبالفعل راحوا الراجل على القهوه. ايه سونام ولا ايه؟ ما اتصلتش بينا يعني بقالك كتير، في ايه؟ اوعى تكون استغنيت عننا، لا كده نزعل قوي ونجيب ناس تزعل. قول لي في ايه؟ في شغل جديد صح؟ احنا قربنا نفلس خلاص. في يا عم، بس الشغل ده ما كنتش عايزه اقول لكم عليه لانه لازم يتم من غير دوشه ولا بلبله. ها قولوا لي بقى تقدروا عليه ولا اشوف حد تاني يقوم بيه؟ يا عم نقدر عليه وعلى ابوه كمان، بس الحقنا بيه معناش فلوس. وبالفعل قال لهم على المهمه الجديده، وراحوا قضوا المهمه بنجاح. ولما كانوا بيهربوا وقفتهم بنت صغيره وعماله تعيط. عمو يا عمو ممكن اسالك سؤال؟ قولي يا روح عمو، سؤال ايه دوت وبتعيطي كده ليه؟ بابا ده ومش لاقياه، ممكن تساعدني ان انا الاقيه؟ انا دورت عليه كتير ومش عارفه اوصل له. والله كان بودنا يا حلوه نساعدك، بس احنا على عجله من امرنا، يعني مستعجلين يعني، معلش بقى يا حلوه، مره تانية نبقى ندور لك على باباكي، او شوفي حد غيرنا يقوم بالمهمه دي، اصلا انا لسه مخلصين مهمه تانية ولازم بقى نمشي. استنى يا عم، انت عايز تمشي وتسيب الملاك البريء دوت وتتخلى عنها؟ البنت صغيره وممكن حد يضحك عليها ويخطفها ولا يسرقها ولا يعمل فيها حاجه، مليون سيناريو ممكن يحصل فيها. ايه يعني لو دورنا شويه على ابوها؟ قول لي يا حلوه، تعرفي بقى مكان بابا؟ انت اسمك إيه الاول؟ انا اعرف مكان بابا، تعالوا هقول لكم عليه، وودوني هناك. وانا اسمي لينا، وانت اسمك ايه يا عمو؟ وعمو التاني كمان اسمه ايه؟ انا اسمي عمو فهمي يا روحي، وده عمو نجيب. يا عم عمو مين بس؟ انا مش عمو على فكره، وبعدين هو انت من امتى يعني بقيت بالرقه دي؟ انت ناسي كنت بتعمل ايه من شويه؟ احنا حراميه يالا. اخرس انت وتعالى نوصل بنت لابوها. ايوه بس احنا كده هنتاخر قوي عن تسليم الورقه يعني الراجل. يا عم ولا ايه؟ مش هنتاخر، هنوصل بنت العنوان اللي بيشتغل فيه ابوها ونمشي على طول. ماما ادتني الورقه دي وفيها عنوان بابا، بس انا مش عارفه اوصل ليه خالص. اهي الورقه اهي. ولما بص فاهم فيها، خلاص عرفت العنوان، تعالي يلا يا حلوه هوديك على هناك. ما اسميش يا حلوه يا عمو، اسمي لينا، ما بحبش حد يقولي حلوه دي يا عمو. خلاص ماشي يا لينا ما تزعليش. لينا كده كويس. وبالفعل اخدوها ووصلوها لمكان مكتوب في الورقه وسالوا عن والد الطفله. لو سمحت يا اخ، في واحد اسمه بسيوني عبد الفتاح بيشتغل هنا مش كده؟ لو سمحت ممكن تقوله في ناس عايزينك. ايوه صح، في واحد كان بيشتغل هنا بنفس الاسم ده بالظبط، بس للاسف السقاله وقعت عليه من اسبوع ومات الله يرحمه. هو انتوا ما تعرفوش انه مات ولا ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله، البقاء لله يا اساتذه، ما نجيلكمش في حاجه وحشه، احنا اول مره نعرف ان هو ليه قرايب. هو دايما يقول ان هو مقطوع من شجره. والله يا استاذ. ايه مات؟ الله يخرب بيتك، بتقولها كده قدام بنت منك؟ لا، وايه مقطوع من شجره دي؟ مش كان اسمها مقطوع من شجره باين؟
هنعمل ايه دلوقتي يا نجيب؟ البنت اللي كانت جايه لابوها طلع ميت اهو، نعمل ايه احنا دلوقتي؟ يا عم واحنا مالنا؟ هي كانت من بيت اهلنا عشان نشيل همها يعني ولا ايه؟ مش هنعمل حاجه، احنا كتر خيرنا اصلا احنا جينا معاها وسالنا على ابوها وستوب بقى لحد كده. يلا نمشي بقى. استنى يا عم، نمشي فين ونسيب البت المسكينه ديت اللي بقت خلاص يتيمه؟ هنسيبها كده لوحدها هنا ازاي يعني؟ وفي مكان غريب عليها، وكمان الدنيا ليلت والبنت مش من هنا وما تعرفش حاجه. ما ينفعش بقى نسيبها لوحدها، احنا ناخدها معانا على البيت على الاقل لحد الصبح، لحد ما نرجعها لامها بسلام. نعم يا اخويا، تاخد مين على البيت؟ هو البيت اللي احنا عايشين فيه ده يصلح يعيش فيه بني ادمين؟ انت بتقول ايه؟ دي زريبه. كويس انك اعترفت عشان تبقى تنضفوا معايا معفن، وهناخد البت معانا. امال اسيبها بقى في الشارع لوحدها ولا ايه؟ فوق يا فهيم، انت ناسي بقى احنا مين؟ احنا حراميه يا ابني، فوق. يعني ما ينفعش يكون قلبك رقيق، ما هياش في شغلتنا دي. يا عم مالكش فيه، انا خلاص قررت البنت هتكون في رعايتنا لحد ما نوديها لامها الصبح بسلامه. على العوض ومنه العوض. هو انت متاكد ان انت فهيم؟ فهيم صاحبي النصاب، ولا انت عندك حمى ولا ايه؟ نجيب خلاص انا خدت قراري ومش هتراجع فيه، البنت هتيجي معانا البيت يعني هتيجي. طيب ماشي وامر الله، ركبها العربيه، بس انا مش هسمح بقى البنت تقعد معانا في البيت اللي هي ليله واحده بس. وركبها فهيم معاهم، والبنت كانت فرحانه بالعربيه. هي عربيه حلوه قوي وجميله. العربيه دي بتاعتكم يا عمو فهيم؟ ايوه بتاعتي. ايه رايك فيها؟ عجبتك؟ قوي قوي. عمو انا جعانه قوي، انا ما اكلتش حاجه من بدري قوي. حاضر يا حبيبتي، هاخدك على السوبر ماركت واجيب لك اكل وبسكوت. قولي لي يا لينا، انت مش من هنا صح؟ طب جيتي هنا ازاي؟ ماما وصلتني بالقطر ومشيت، ركبت معايا القطر، ولما بقى نزلت قالت لي ودي الورقه دي لاي حد يقابلك وخليه يدلك على عنوان بابا. الام دي ام مش مسؤوله، ازاي تامن يعني ان بنتها تمشي كده في بلد غريبه ولوحدها كمان وفي مكان ما تعرفوش، وكمان تديلها الورقه؟ ده معناه انها ما تعرفش طريق، وممكن حد يخطفها او يستغل براءتها ويعمل فيها حاجه مش كويسه، او مثلا ياخدها ويبيعها. الحوارات دي كتير قوي، وكله بقى بيصب في ان امها يعني الست مش كويسه. من الواضح جدا بقى ان امها خلاص ما بقتش عايزه البنت وبتتخلص منها وبتخلي مسؤوليتها منها، وعايزه توديها لابوها عشان يهتم هو بيها. تمام ماشي، عايزه تبعتها لابوها تسلمها ليه باليد، انما تكتب مع ورقه وتسيبها بقى وتمشي؟ ايه الجبروت ده؟ وبعدين ابو البت مات، كانت البت بقى تروح فين؟ ولو حبت ترجع هترجع ازاي؟ ازاي ما فكرتش ان ابوها ممكن ما يكونش مرحب ببنته ومش عايزها معاه؟ ازاي ما فكرتش ان ابوها يكون ساب شغله اصلا في مكان هنا وراح على مكان تاني؟ انا مش قادره اتخيل امي بالجبروت ده، دي ما عندهاش قلب. فهيم فجاه لقى نجيب بيضحك فاستغرب قوي. انت غبي يالا، هو انت ليه بتضحك دلوقتي؟ هو انا كنت بقول كلام يضحك ولا ايه؟ ولا قلت نكته مثلا جرايه غلس؟ لا كل الحكايه ان انا مش فاهم انت من امتى بقى عندك قلب كده؟ من امتى بقيت رحيم كده؟ احنا خلاص من النهارده بقى نسميك رحيم بدل فهيم، ايه رايك؟ خلاص يا عم، هسوق انا ساكت. اقف عند السوبر ماركت ده، هاخد لينا وهنشتري بقى شويه حاجات قبل ما نروح كده. وبالفعل نزل هو ولينا وجاب لها كل شبطت فيه. نجيب اول ما شافهم اتصدم. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه كل الحاجات دي؟ انت ناقص تشيل الحيطان وابواب السوبر ماركت. ايه يا عم في ايه؟ ليه كل ده يعني؟ اعمل ايه؟ لينا كل ما تشوف حاجه تشبط فيها وبتفضل تزن عايزاها، وانا ما عرفتش اقول لها لا. طبعا عايزاها، ما يبلاش بقى، مش هتدفع من فلوس ابوها. يعني انا اقع الفلوس اللي انا تعبت فيها منك؟ لا يا فهيم، جبت لنا مصيبه لحد عندنا، هو احنا يا عم ناقصين مصايب؟ خلاص بقى يا نجيب، اعمل يا عم خير حتى لو يوم واحد في حياتك، قلت لك لحد بكره الصبح وبعدها ناخدها لامها وخلاص ننتهي بقى من الموضوع ده. ولما وصلوا البيت لينا حطت حاجتها على الارض. الله بيتكم حلو قوي قوي، هي وفضلت تجري وتتنطط هنا وهناك وتجري على الكنب وتنزل وتطلع وفرحانه. هو انت متاكد ان دي طفله؟ يعني عيله صغيره يعني، مش قرد مثلا؟ مش شايف بتعمل ايه؟ بت انتي انزلي من على الكنبه بتاعتي كله الا دي سريري ومكتبي وسفرتي وكل حاجه. سيبها يا عم براحتها، دي طفله يعني تلعب بقى براحتها، ما تقيدش حريتها، سيبها بقى. لا عندها البيت كله اهو الا الكنبه دي، ما تخليش تطلع عليها. طب يلا يا حلو، ايدك بقى في ايدي كده وننضف الشقه سريع، مش معقول يكون عندنا ضيف ولاول مره ويشوف بقى البيت بالمنظر ده. لا فعلا ما يصحش الطفله الزئرده الصغيره ديت اللي عامله زي النسناس اللي ما بطلتش حركه خالص من وقت ما دخلت البيت لحد ما دوختني، ما ينفعش فعلا. تقول علينا ايه لو لقيت يعني البيت مش نضيف؟ يا عم ممكن تنضف وانت ساكت. وكانوا يا دوب بينضفوا من هنا لينبهدل من هنا وراهم ويرجعوا ينضفوه ويرتبوا من تاني لحد ما نجيب خلاص جاب اخره. لا كده كفايه قوي، مش هعمل اي حاجه تاني، انا ما تعبتش كده قبل كده في حياتي. البنت دي ما بتقعدش لحظه، دي اول ما نظبط حاجه تخربها هي. انا هرمي البنت دي في الشارع وحالا. لا استنى، انا لقيت الحل بقى اللي هيخليها تهدى وتنام واحنا كمان نرتاح. ايه هتديها منوم مش كده؟ قول ان انت اشتريته معاك وانت في السوبر ماركت، لاني مش نازل وربنا اقسم بالله ما في اي حاله اتحرك، وكمان جعان. ايوه بالظبط كده، انا هجيب لها اكل، ولو اكلت هتنام لانها تعبانه وطول اليوم من غير راحه.
هو انت ليه بتتكلم كانك عارف البت دي وكانك كان ليك علاقه بالاطفال قبل كده؟ يعني هو في ايه مالك؟ وربنا ما اعرفها ولا عمري اتعاملت اصلا مع اطفال، بس مش عارف ليه بصراحه البنت دي اتاثرت بيها قوي وعايزه اساعدها باي شكل. وبالفعل اول ما فهم قال كده، لينا الاكل جاهز يلا عشان ناكل. سابت اللي في ايديها وجريت بسرعه على الاكل وبدات تاكل بسرعه جدا، وبعدها بدات تاكل الحلويات اللي جابتها من السوبر ماركت. فين اللي هتنام دي؟ قلت لي هتاكل وتنام، وهي هنام فنجلها ايه؟ ده احنا هننام قبلها بوضعها ده، حرام عليك بقى. يا عم اصبر بس، هي فرحانه يعني بالحاجه الحلوه اللي معاها، اول ما تخلصوا ما تنام على طول. وما هي الا شويه صغيرين، وبالفعل لينا حست انها عايزه تنام واستسلمت خالص للنوم ونامت. تاني يوم صحي نجيب على حد بيكب عليه ميه، فقام مخضوض. في ايه؟ انا بريء، انا ما عملتش حاجه، ما حدش يضربني، انا هعترف بكل حاجه بس بلاش ضرب. ولما فاق وعرف ان هو في شقته اتنهب براحه، لكن لما شاف لينا في وشه نفخ بضيق. هو انت حرام عليك يا شيخه، قطعتي لي الخلف، انا قلت اتقفشنا ولا حاجه؟ فهيم انت عم، البت دي لسه هنا ليه؟ انا كنت فاكر يعني ان انا لما اقوم من نومي هصحى مش هلاقيها، ما روحتهاش ليه؟ يا عم نفطر الاول وبعدين ناخدها لامها، الله اعلم، ما يمكن مشوار طويل. يا اخويا ناخدها؟ مش هرتاح منك لا يا فهيم، يا ابن ام فهيم حرام عليكم. وبعد الفطار اخدوا البنت وفضلوا يدوروا على امها. يا لينا انت قلتي انك من هنا وانك عارفه المكان ده، ومامتك بتشتغل في محل ملابس هنا مش كده؟ ايوه ماما بتشتغل على مكنه وكانت بتاخدني معاها المصنع. وبعد لف كتير في كل المصانع اخيرا لقوا حد يعرف اسم امها اللي اسمها نجلاء. ايوه كان في واحده هنا بالاسم ده وكانت بتجيب بنتها دي معاها في بعض الاحيان يعني. حلو قوي الكلام ده، تعرفي بقى فين امها او العنوان يعني بتاع بيتها، رقم تليفون اي حاجه؟ للاسف هي عملت اخلى من الشغل هنا ومشيت من امبارح وما جاتش بعدها. هنا اتدخلت واحده من اللي شغالين. انا اعرفها يا استاذ، سمعت انها اتجوزت ومشيت مع جوزها البلد تانية، اصله مش من هنا، من بورسعيد، وهي بقى راحت معاه، وسمعت كمان انها بعتت البنت لابوها عشان يربيها. ما ابوها مات من فتره يا مدام، ودلوقتي امها سابتها واتجوزت وكده مبقناش عارفين مصيرها ايه، دي بنت غلبانه. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، يعني البنت كده بقى تروح لمين؟ ده ما كانش ليها غير امها. انا معايا رقم امها، انا هكلمها. ولما كلمتها الام ردت، بس انا دلوقتي اتجوزت، جوزي رافض البنت وما اقدرش اخدها، خدوها انا مش عايزاها، انا عايزه بقى اعيش حياتي، كفايه بقى. الناس كلها بقت تشتم وتلعن في الام اللي اتخلت عن بنتها عشان تتجوز وتشوف حياتها، وفهيم خايف كده البنت هتحول خلاص للشؤون الاجتماعيه، هيحطوها في اي دار رعايه. لا ده مش ممكن يحصل، ازاي بنت بريئه زي ديت ازاي تتبهدل كده؟ لا. واخدها واخد نجيب ومشي. ايه يا عم انت جبت البنت ليه ما سلمتهاش للناس وهم بقى يسلموها للشرطه وتتحط في دار رعايه؟ ليه جبتها معانا؟ لا البنت هتفضل معايا وانا اللي هربيها وهتكفل بكل حاجه خاصه بيها، هكون ليها الاب والام وكل حاجه ليها. ايه رايك يا لينا؟ لينا بصت له وضحكت وهي مش فاهمه اللي بيحصل حواليها. لينا حبيبتي ايه رايك تعيشي معانا يا لينا؟ ايه رايك قولي؟ انا موافقه، انا بحبك قوي يا عمو فهيم، انت وعمو نجيب. قولي لي يا بابا يا لينا، انا من النهارده بابا فهيم، قشطه؟ ماشي بابا فهيم وبابا نجيب. جرى يا فهيم انت بتستهبل ولا ايه؟ انت ناسي احنا مين وبنشتغل ايه؟ احنا حراميه ونصابين، هتعيش البنت وسطنا ازاي؟ لا ما خلاص من النهارده البنت ما ينفعش تعيش من فلوس حرام، احنا هنسيب اللي احنا كنا بنعمله وندور بقى على اي شغل حلال في اي مطعم في اي حاجه. موافق نتوب ونرجع عن الطريق ده اللي احنا كنا ماشيين فيه ولا امشي لوحدي؟ معاك يا صاحبي، جايز البنت دي اشاره من ربنا بعتها لينا عشان نتوب، مش يمكن اجلنا قرب زي ابوها كده؟ كنا هنقابل ربنا ازاي واحنا ناشرين وحراميه؟ كنا هنروح على جهنم حتف. بس انا مش متعود على الفقر يا صاحبي، كده الفلوس هتكون قليله، هنعيش ازاي؟ هنمسك ايدينا في المصاريف عشان لينا زي ما كنا بنعمل اي حاجه وكل حاجه حتى لو غلط عشان حياتنا فاضيه ما كانش ليها اي معنى، لكن دلوقتي خلاص بقى لينا هدف وغايه نسعى عشانه، وهي لينا لازم نحط الهدف ده كويس قوي قدامنا ونمشي صح عشان نقدر نربيها صح. ايوه بس احنا كده هنتعب قوي في تربيتها والورق اللي احنا هنعمله عشان تكون في حضانتنا. لو التعب هيكون نهايته هيتبقى بقى البونبون العسل ده وتكون معانا، فاهلا بيه، اهلا بالتعب. ولحد هنا خلصت القصه خالص، ولو عجبتكم اعملوا لايك وشير واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس على كلمه الكل عشان يوصلكوا اشعار بكل جديد. بحبكم قوي، مع السلامه.